خارج التوقعات، صعب تحسمها. الآراء رايحة إن المباراة هيحصل فيها تعادل سواء سلبي أو إيجابي، ولكن المباراة خططية تكتيكية من الطراز الفريد. رينارد النهارده الصبح أجرينا معاه لقاء وحوار، قال لك عندك مدرب عالمي اللي هو مستر هيكتور كوبر. أداء المنتخب المصري اتغير معاه تماما من الكرة الحلوة، المهارة، الكرة الهجومية للكرة الدفاعية، التأمين أكتر، اللعب على الكرات الطويلة، المرتدات. وده طبعا هيتعب المنتخب المغربي بعض الشيء، عكسنا بيحب يلعب كرة على الأرض، في مهارات كتيرة جدا. المنتخب المغربي استعد، تعادل في اول او خسر في اول لقاء وكسب مباراتين، فمستواه بيعلى تدريجيا. بس في نقطه سلبيه، السفر سفر طويل، ارهق، ملعب اول مره يلعب عليه، عكس المنتخب المصري اللي لعب 3 مباريات عليه. فالكفه صعبه، يعني المباراه صعبه. حتى الصحافه والاعلام في المغرب برضو مباراه تقول خارج التوقعات. نامل ان شاء الله تكون فيها روح رياضيه، والافضل هو اللي يكسب ويلعب باسم العرب ان شاء الله في الادوار النهائيه. الشحن الإعلامي الموجود حاليا، وكلمة 31 سنة من 1986 حتى الآن المنتخب المصري لم يفز على الأسود، بتتردد كثيرا في وسائل الإعلام المصرية، سواء صحافة سواء إعلام. ولكن نحن إن شاء الله قادرون بإذن الله بالدفعة المعنوية، بالروح المعنوية. بمصر 90 مليون بتتابع، واللعيبة عارفة كده، واللعيبة بتتواصل مع الإعلام ومع الجماهير، وفي تشجيع وتحفيز. والمنتخب المصري بيعمل حاجة جميلة بقاله أكتر من سنة، بيعمل فيديوهات تحفيزية للعيبة، بياخد من أسر اللعيبه، من الاطفال، من ولادهم، كل ده بيحفزوهم قبل المباريات. فان شاء الله يكون ده عامل ايجابي باذن الله للفوز على الاسود. وهرجع اقول الافضل هو اللي يصعد.